اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب تكونوا كلكم بخير. هنعمل النهارده مع بعض كده غدا سهل وسريع واقتصادي، لان انا كنت هطلب الاكل من بره ولقيت ان اصغر حجم في اللي انا هعمله ده ب120 جنيه، وطبعا مش الحشو اللي انا هشتغل بيه. الحشو ده حسب الرغبة، انتي ممكن تجيبي يعني برضو بواقي التلاجة عندك، يعني لو ما عندكيش صدور فراخ ممكن بواقي لحمة معصجة، بواقي فراخ مسلوقة عندك، اي حاجة يعني الموجود عندك اشتغلي بيه، مفيهوش اي مشكلة. تمام. اول حاجة كده كان معايا صدور فراخ، بدأت ان انا اقطعها مكعبات صغيرة، وهبدأ اجيب حلة على النار وابدأ اشتغل هنزل فيها مكعبات الفراخ دي. انتي لو حابة ان انتي تتبلي المكعبات دي، يعني تتبليها من الاول يعني شوية براحتك، تتبليها التتبيلة اللي تريحك هيكون احسن طبعا، بس انا كنت مستعجلة. ممكن لو عندك تتبيلة مشاوي، تتبيلة شاورما، اي حاجة من التتبيلات الجاهزة او اي حاجة تتبيلة انتي كمان بتحبيها عادي مفيش مشكلة. نزلت كده في حلة فيها زيت وعلى نار عالية، وهبدأ انزل بمكعبات الفراخ اللي معايا دي، احاول ان انا اديها صدمة على النار. وبعد كده هبدأ ان انا اشوف الاضافات اللي انا هحطها. طبعا الاضافات دي انتي معاكي تزودي اللي انتي عايزاه، انتي ممكن تزودي طبعا كميه بخضار. انا هنا قطعت عليها بصل وفلفل اخضر اللي كان موجود عندي. انتي حابه تزودي بقى تحطي زيتون، حابه تحطي فلفل الوان، آم، آم، يعني براحتك. حابه تحطي مشروم، لما بيتحط معاها مشروم بيبقى حلو جدا، بس انا زي ما قلت لكم ما كانش عندي، وكنت بصراحه ناويه ان انا اطلب الاكل وقتها من بره، وبعدين لما لقيت المكونات عندي قمت اشتغلت يعني، لان الاسعار بره بقى مبالغ فيها قوي، وطبعا مع غلو اسعار الخامات اصلا، فالاسعار المبالغ فيها دي برضو بيبقى الحشو قليل، بيبقى مش مضمون يعني. انا تبلت الفراخ، نزلت عليها بملح وفلفل اسود ورشة كاري وكركم او 7 بهارات. التوابل دي بقى بتاعتك انتي، يعني الموجود عندك حطيه. حطيت كمان رشة من الورق اللوري والحبهان المطحون، بيدوا طعم حلو قوي وبيدوا ريحة كمان حلوة. هبدأ كده اقلب مكعبات الفراخ، وهبدأ اقطع عليها بصلة، يعني بصلتين صغيرين، بصلة متوسطة براحتك. آم، يعني حابة بس ان انا افكركم بالفيديو بتاع الحصالة، فيديو حصالة ب60 يوم. هنحوش فيها مبلغ حوالي 1800 جنيه او اكتر شوية. آم، يعني فكرتها سهلة وبسيطة، وانا هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في اول كومنت مثبت. يعني جربوها هتعجبكم، وشجعوني كده بس في الكومنتات، لان يعني في افكار كتير تخص الحصالة دي، يعني مش تخص الحصالة نفسها، افكار كتير هتساعدنا ان احنا نعمل الحصالة اسرع، يعني افكار توفير كده هتخليكي توفري في الميزانية، وهيبقى معاكي مبلغ كده على جنب، ممكن ان احنا نحطه ونفتح الحصالة اسرع، يعني تاخد مدة اقل من الشهرين. زي ما انتوا شايفين كده انا اشتغلت زي ما قلت لكم الحشوه باللي عندي، انتي حابه ان انتي تزودي بقى زيتون، تزودي فلفل الوان، تزودي مشروم، ده براحتك خالص. الفنجان ده انا هنا كنت بعمل فنجان قهوه يعني وانا شغاله. بدات هنا بقى ان انا شلت الحشوه، حطيتها في طبق علشان تبرد شويه، وسيحت هنا حوالي نص كوبايه من السمنه، خدت منهم معلقتين كده كبار، حطيتهم في الصينيه اللي انا هشتغل بيها، وهبدأ ان انا احط نص كمية الجلاش اللي معايا، هحطها كده زي ما هي، مش هورق ما بين ورقة والتانية، ولا هدهن سمنة ولا اي حاجة خالص، هحطها زي ما هي، وهتطلع معايا مورقة وحلوة وهشة جدا، ما تقلقوش خالص من النقطة دي. حطيت كده نص الكمية واديت رشة سمنة، وبعدين بدأت ان انا احط الحشوة اللي انا سويتها معاكم. زي ما قلت لكم الحشوة دي ممكن تكون خضار بس مع الجبن، ممكن تكون فراخ، ممكن تكون لحمة مفرومة، يعني الحشوة دي بتاعتكم انتوا عادي، ممكن تكون سي فود برضو عادي خالص. وهنا كان عندي كيس ميكس جبن،
شيدر ورومي وموتزاريلا على بعض. وبدأت برضو ان انا احط رشة كده من الجبن، وهبدأ ان انا احط باقي كمية الجلاش، وهبدأ اقفل الصينية. انا ما عملتش الصينية دي بس، انا كان عندي برضو ربع فرخة في التلاجة مسلوقة، برضو قطعتها وقطعت عليها خضار وعملت صينية تانية. وقلت ده بقى ايه يعني ابقى دخلت المطبخ عملت الفطار، عملت الغدا والعشاء مع بعض، يعني اتغدينا بصينية وتعشينا يعني بالتانية. هسقي بقى الحاجات دي بايه علشان يبقى مورق معايا، ما يبقاش مكتوم. جبت كده كوباية من اللبن، وحطيت عليها معلقة كبيرة هرمية من النشا. النشا يعني فعلا بيخلي الجلاش حاجة تانية، يعني لو انتم متعودين تعملوه بلبن وبيض وكده، لا استغني عن البيض وحطي النشا، فعلا بيبقى حلو جدا. وحطيت كمان رشة من الملح ورشة من الفلفل. وطبعا الملح والفلفل وانتي بتحطيه تركزي قوي انتي حاطه ايه في الجلاش. يعني انتي لو حاطه مثلا زيتون مع الجبن مع الحاجات دي، استغني عن الملح، لان طبعا الزيتون والجبن الكتير والكلام ده بيبقى فيها نسبة املاح. فهقول لكم تاني، حطيت كوبايه من اللبن مع معلقه كبيره هرميه من النشا، ورشه ملح ورشه فلفل اسود، ومعلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر، او مش يعني معلقه كويسه، مش هرميه يعني، بس معلقه صغيره من البيكنج باودر، ونص كوبايه من السمنه. وقلبتهم في بعض، وبدأت ان انا اسقي بيهم الجلاش اللي معايا، لان الجزء ده يعني ما تصورش، انا بتهيألي ان هو تصور وما تصورش. وقطعت الجلاش قبل ما ادخله الفرن، وديت برضو رشة جبن من فوق الوش، وده شكله كده لما طلع. رشة الجبن انتي ممكن تحطي من فوق الوش برضو نفس الحشوة، هتبقى اسمها يعني فطيرة وش بيتزا، بيبقى طعمها حلو جدا. دخلتها الفرن على درجة حرارة 200، الفرن بيبقى متسخن مسبقا. جربوها وهتعجبكم بإذن الله، واشوفكم في فيديوهات جاية كتير.